النهارده اوريكم ازاي نعمل الكيكه القمر دي، بس دي النسخه بتاعت الاتراك اللي هي عليها كراميل. ويلا بينا نبدا على طول في الوصفه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجهز مقادير الكيكه نفسها. هنحتاج كوبايه دقيق، وهنحتاج تلتين كوبايه سكر، و3 بيضات. البيض اللي انا مستخدماه حجمه كبير، لو البيض اللي مستخدمينه صغير ممكن تحتاجوا 4. هزود على الدقيق معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح صغيره، وهخلط مع بعض، ودي هتبقى المواد الجافه اللي انا هضيفها في الاخر. ودلوقتي بقى هضرب البيض مع السكر، وهضيف عليهم شويه فانيليا وبس. هي دي مكونات الكيك. ببدا الاول بضربهم هم لوحدهم، وبعدين هزود السكر شويه بشويه. وبعد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده وتبقى خلاص متماسكه كده، هبتدي بقى ازود الدقيق، اصبها بقى في صينيه وهدخلها على الفرن على طول. نجهز طبعا الصينيه الاول، انا رشيتها بالسبراي، انتوا ممكن تحطوا تمسحوها بزيت او زبده وشويه دقيق وتحركوهم فيها. دخلتها على الرف اللي في النص، فرن متسخن يكون متسخن لدرجة حرارة 170 مئوية، وهسيبها هتاخد من 25 ل 30 دقيقة لحد ما يبقى شكلها كده. هنسيب الكيك تبرد شوية بمجرد حليب وسكر. ممكن كمان نزود قشطة، وهسيبها في التلاجة على ما اجهز بقية الحاجات التانية اللي احنا هنحطها على الوش. حطيت تقريبا 3/4 كوبايه سكر، وهسيبهم على النار لحد ما يتحولوا لكراميل لوحدهم زي ما انتم شايفين كده. لما كل السكر بتاعي داب وتحول لكراميل زي ما انتم شايفين لونه حلو كده، زودت 1.5 معلقة كبار من الزبده، وحركت بسرعه علشان الزبده تسيح معاهم. الزبده كده لحد ما ساحت، وبعدين هزود بقى كريمه الحلويات، واحنا هنسيبه يبرد قبل ما نصبه على الكيك. نيجي بقى للجزء الابيض من التغطيه. هضرب كريمه الحلويات اللي هي السائله، هنضربها بالمضرب مع شويه سكر صغيرين وشويه فانيليا، بس كده، مش محتاجه اي اضافات تانية. وبالمناسبه الكريمه ممكن نستخدم فيها الكريم شانتيه اللي هو الباودر اللي بيتضرب مع الحليب. تبقى طبقه الكريمه وفردتها كده على الكيك. عملت طبقه نعمل طبقه سميكه او متوسطه زي ما احنا عايزين، بس نسيب شويه من الكريمه على جنب عشان هنعمل بيها الخطوط اللي على الوش. وبعدين صبيت بقى طبقه الكراميل بعد ما كانت بردت وتماسكت شويه، وفردتها لحد ما غطت الكيك كلها. اخدت شويه الكريمه المتبقيين، حطيتهم في كيس من اكياس التزيين، وقطعت الطرف حته صغيره، وحاولت ان انا اعمل خطوط او تكاد تكون خطوط بالطول كده على الكيكه كلها. وبعدين هناخد خله اسنان او طرف سكينه رفيعه، وهنعمل خطوط رايح جاي كده عشان نديها الشكل اللي هو المميز للتريسلاتشز. وبس ده الشكل النهائي. شكلها حلو جدا جدا، واضافه الكراميل عجبتني عليها قوي. يعني انا في الاول كنت بقول لا هي حلوه كفايه النسخه الاصليه اللي هي اللي بالكريمه بس وبتزين مثلا بفراوله، بس الكراميل فعلا طعمه لايق عليها وطعمه جميل. وممكن تقدموها بعد التزيين كده على طول عشان الكراميل يبقى سايح، او تدخلوها التلاجة شويه بحيث طبقه الكراميل تتماسك هي والكريمه وكل حاجه. في كل الاحوال طعمها حلو جدا جدا، والحليب مخليها دايبه كده بتتقطع بالشوكه بمنتهى السهوله. لازم تجربوها. وبس كده، دي كانت كيكتنا النهارده. اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.